سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم سيداتي سادتي. إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. ورود برقيات التهاني بمناسبة أعياد الاستقلال. السفير علم طه يسلم أوراق اعتماده إلى سلطان بروناي دار السلام. طرق الإقليم الجنوبي تسهم اجتماعيا واقتصاديا. اتفاق هندي باكستاني لسحب التعزيزات الحدودية. الفلبين والولايات المتحدة تجريان لأول مرة تدريبات بحرية مشتركة. الصين تتعهد بردع القيود الأمريكية الجديدة. من العناوين إلى التفاصيل. بعث رئيس جمهورية الصين الشعبية وملك البحرين وباب الفاتيكان ببرقيات تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 34 لعيد الاستقلال المجيد. وعرب رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وباب الفاتيكان ليو ال14 عن تمنياتهم بدوام الصحة للرئيس سياس أفورقي والسلام والتطور للشعب الإريتري. وأكد الزعماء على العمل للارتقاء بعلاقات بلدانهم مع إريتريا إلى أعلى المستويات. وأشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي حققه شعب إريتريا تحت قيادة الرئيس سياس أفورقي على مدى العقد الماضي بالثبات على نهج التنمية المستقل. وأكد أن الصين ستواصل دفع التعاون العملي الفعال والتنسيق الذي طورته مع إريتريا. سلم سفير إريتريا لدى جمهورية الهند علم طه أوراق اعتماده لسلطان بروناي حسن البلقية سفيرا غير مقيم لإريتريا في سلطنة بروناي دار السلام. وقدم السفير علم أوراق اعتماده ورسالة بعثها الرئيس سياس أفورقي في المراسم التي أقيمت في 17 من مايو الجاري، موضحا الأهمية والجاهزية لتعزيز العلاقات الثنائية بين إريتريا والبروناي. ورحب سلطان بروناي حسن البلقية بالسفير علم طه متمنيا له التوفيق في تقوية العلاقات الدبلوماسية المتبادلة، مؤكدا تطلعه إلى الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. أفادت إدارة الإقليم الجنوبي بأن الطرق المشيدة في سنوات الاستقلال بتعاون الشعب والحكومة وقوات الدفاع تسهم كثيرا في تحسن الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب. وأوضح مسؤول الطرق من الدرجة الثانية في إدارة الإقليم السيد أفورقي الرسوم لوكالة الأنباء شق 105 طرق فرعية في المديريات والقرى بطول 1631 كيلومتر على مستوى الإقليم. وقال أن السكان 1013 قرية و8 مدن و10 بلدات في الإقليم الجنوبي يستخدمون هذه الطرق للقيام بجميع أنشطتهم الاجتماعية وإيصال المنتجات الزراعية إلى الأسواق، مشيرا إلى أنه سيتم الاستجابة لمتطلبات شق الطرق والصيانة حسب الأولويات. ودعا المواطنين إلى ضرورة الاهتمام بالطرق وصيانتها بشكل دوري لضمان خدمة آمنة ومريحة. هذا وباستثناء قلة من القرى في المنحدرات الشرقية والجزء الغربي من الإقليم الجنوبي تصل الطرق إلى القرى بمبادرات السكان وتعاون الحكومة. نظمت لجنة الاحتفالات بالإقليم الجنوبي بالتعاون مع مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي يوم أمس 20 من مايو برنامج ورشة شارك فيه موظفو المؤسسات الحكومية ضمن برامج الاحتفال بالذكرى 34 للاستقلال. ونسق عضو مكتب قيادة الأركان بوزارة الدفاع المناضل سيوم ولد مريم برنامج التوريث ورشة بعنوان تاريخ كفاح الشعب الإريتري الذي أقيم في قاعة كودو حمباشا. أوضح المناضل سيوم أن مسيرة الكفاح الطويل والمرير الذي ظل الشعب الإريتري يصده لردع الحملات الاستعمارية المتتالية وصمود الشعب وبدء الكفاح المسلح وتحرير البلاد والمحافظة على سيادة الوحدة الوطنية
هي من أكبر ثروات البلاد، حيث لم يتعرض شرف وسيادة البلاد إلى أي تنازلات من قبل الأجيال الإريترية حتى اللحظة. وذكر جيل الشباب على تحمل المسؤولية والأمانة في تنمية البلاد التي تطلبت تضحيات بأرواح الشهداء والشجعان من معاقول الحرب، وإحياء ذكرى الاستقلال بتجديد العهد للارتقاء بدولة مزدهرة تتمتع بالسلم وأمان والعدالة الاجتماعية. وحث سكرتيرة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيدة آمة نجوسة بدورها الشباب إلى تطوير الذات والعمل بوعي لتحمل المسؤولية المرحلية، مشيرة إلى أهمية برنامج ورسة كونه أحد البرامج الهادفة إلى توعية وتوريث قيم وتاريخ الشعب الإريتري الباسل إلى الأجيال الجديدة من الشباب والطلاب. كما أقيمت منافسات المعلومات العامة في تاريخ الشعب والكفاح الإريتري بمشاركة الشباب من موظفو فروع مختلف الوزارات بالإقليم حسب ما جاء من وكالة الأنباء الإريترية. دشنت 3 سدود يومي 17 والعشرين من مايو، شيدت بتعاون إدارة إقليم عنسبة ووزارة الزراعة ومشاركة الشعب وقوات الدفاع في أوروتا بمديرية أسماط وفرحين في مديرية حمل مالو. تهدف السدود المشيدة في ود عرباي وود الشوم في إدارة ضحية أوروتا وإدارة ضحية فرحين حل مشكلة مياه الشرب وتوسيع التنمية الزراعية. وذكر مدراء مديريتي أسماط وحمل مالو في مراسم التدشين التي حضرها وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبر سلاسة وحاكم الإقليم عنسبة السفير عبد الله موسى وقائد الجيش الشعبي العميد تخلى لبسو أن بناء السدود ينهي معاناة نقص المياه، مشيدين بالمشاركة القوية للشعب والجيش. وامتدت السدود بأكثر من النصف نتيجة الخريف الماطر العام الماضي وأمطار الربيع هذه السنة، وبدأت الإسهام في تنمية المياه الجوفية. ودعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى المواطنين لإصلاح مساقط المياه لحماية السدود من الطمي وضمان استمرارية خدماتها. اختتمت فعاليات تنظيمات الشباب التي نظمها فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بمديرية سرجقة يوم أمس 20 من مايو. وشملت الفعاليات التي أقيمت بمشاركة أكثر من 2500 طالب مثلوا 6 مدارس للمرحلة المتوسطة و3 مدارس للثانوية، أنشطة ومنافسات معرفية وثقافية وعروض الابتكار والتصنيع، معرضا للمنتجات الفنية والأزياء، إلى جانب تكريم الطلاب المتفوقين أكاديميا. وأوضح مسؤول فرع اتحاد الشباب في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلة في كلمته أن الهدف من تنظيم فعاليات مماثلة هو تنمية الروح التنافسية البناءة التي تتطلع إلى تبادل الأفكار والخبرات وتعزيز توريث القيم الاجتماعية السمحة وخلق بيئة للتعريف على الذات وإبراز المهارات. وأكد مدير مديرية سرجقة السيد كفلة مريم قبر مسكال بدوره جاهزية الإدارات المعنية للتعاون مع فروع اتحاد الشباب في الأنشطة الهادفة إلى توجيه وتشجيع المهارات والقدرات الشبابية ضمن جهود تعزيز الإنتاجية وتربية شاب واعي يتميز بالوطنية وحب العمل والعلم والتفاني في خدمة المجتمع. وتم توزيع الجوائز على الفائزين من الطلاب والمدارس التي تفوقت في المناسبات التي نظمت خلال أسبوع التنظيمات الشبابية في مديرية سرجقة. السادة والسيدات، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. اتفقت الهند وباكستان على أن تسحبا بحلول أواخر مايو الحالي التعزيزات العسكرية الحدودية إبان أعنف مواجهة عسكرية بينهما في خلال العقود الماضية، على ما قال مسؤول باكستاني أمني رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية. وكانت إدارة أوائل هذا الشهر أعنف مواجهة عسكرية بين الخصمين النوويين منذ حرب 1999. وأطلقت نيودلهي الصواريخ على مواقع باكستانية قالت أنها معسكرات للجماعة التي تتهمها بالوقوف وراء هجوم باهلغام. وسرعت باكستان إلى الرد، ودفعت هذه التطورات الهند وباكستان إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود، لا سيما
على طول خط الفاصل وهو الحدود الفاصلة في كشمير، حيث الانتشار العسكري معزز أصلا. وبعد 4 أيام من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية أسفرت عن مقتل 60 شخصا على الأقل ونزوح الآلاف من كلا الجانبين. أعلنت في العاشر من مايو هدنة بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلن الجيش الفلبيني مشاركة سفن تابعة لخفض السواحل الفلبيني والأمريكي في تدريبات بحرية مشتركة مع وحدات من البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي. وذكر الجيش الفلبيني في بيان صادر أن هذا النشاط التعاوني البحري هو الثاني هذا العام والسادس بشكل عام منذ إطلاق الأنشطة المشتركة في عام 2023، والتي تتضمن تدريبات على الاتصالات وسيناريوهات البحث والإنقاذ. بدوره قال قائد الجيش الفلبيني أن الأنشطة المشتركة مثل التدريبات البحرية تؤكد التزام القوات المسلحة الفلبينية بتحديث قدراتها وتعزيز الشراكات الدفاعية لتأمين المصالح البحرية والوطنية والإقليمية. تعهدت بكين بالردع بحزم على الترهيب الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدها عبر فرض السلطات الأمريكية قيودا جديدة على الواردات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدمة. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان أن الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية وتقوض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات، متوعدة باتخاذ إجراءات حازمة ردا على ذلك. سيداتي سادتي، ختاما في هذه النشرة لا يسعنا إلا تقديم التذكير بأبرز العناوين. ورود برقيات التهاني بمناسبة أعياد الاستقلال. السفير علم طه يسلم أوراق اعتماده إلى سلطان بروناي. طرق الإقليم الجنوبي تسهم اجتماعيا واقتصاديا. اتفاق هندي باكستاني لسحب التعزيزات الحدودية. الفلبين والولايات المتحدة تجريان تدريبات بحرية مشتركة. الصين تتعهد بالرد على القيود الأمريكية الجديدة. في أمان الله وحفظه.